النهاردة هوريكم ازاي نعمل بسبوسة بالشوكولاتة، حاجة كده طعمها ما بين الكيك والبسبوسة، ولكن دي مختلفة بنكهة الشوكولاتة. طعمها حلو قوي، تستاهل انكم تجربوها. بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. وفي البداية هنعمل الشربات اللي هنسقي بيه البسبوسة، لأن البسبوسة دي بتحتاج الشربات يكون بارد، فهنعمله قبل ما نبدأ في الوصفة. عندي كوباية من السكر، بحط عليها كوباية ونص من المية وشريحة من الليمون، وبقلب كده على البارد الأول لحد ما أحس إن السكر شوية داب، وبعد كده بنرفعهم على النار ونعد 5 دقايق بعد الغليان ونطفي. وللبسبوسة هنحتاج 3 حبات من البيض، عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا ونص كوباية من السكر، وممكن تزودوا السكر عن كده لو حابينها تبقى حليانة بزيادة، لكن هي كانت مظبوطة وتمام قوي، نص كوباية عليها. بنخفق البيض مع السكر سواء بالمضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي أو الخلاط لحد ما السكر يدوب معانا شوية وفقاقيع الهوا دي تظهر على الوش كده. بعد كده بنضيف كوباية إلا ربع من الحليب، وكمان كوباية إلا ربع من الزيت، نص معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، وبنخفق تاني شوية كده حلوين، يعني دقيقة ولا حاجة. وبعد كده بنضيف المواد الجافة. عندي بقى 3 معالق كبار من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وبنبتدي ننخلهم بالطريقة دي كده علشان الكتل اللي بتبقى موجودة في الكاكاو، وبحط عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وبخلط بقى لحد ما الدقيق والكاكاو يختفوا معايا تماما. وبعد كده بضيف كوباية ونص من السميد بتاع البسبوسة، وبنبتدي بالمضرب اليدوي نقلب الخليط لحد ما دقيق السميد يختفي هو كمان. بعد لما نقلب الخليط بقى هيبقى القوام معانا بالشكل ده كده، زي قوام الكيك كده، زي ما بنيجي نعمل الكيكة بتبقى القوام بتاعها سايل شوية زي كده بالظبط. في صينية متبطنة بالزيت وبالدقيق بصب فيها خليط البسبوسة بالطريقة دي كده، وبنجيب الاسباتيولا أو أي معلقة وبنساوي وش البسبوسة، وبنبتدي نخبطها كده خبطتين 3 على السطح. وللتسوية بنكون مولعين الفرن على 180 قبلها ب10 دقايق ولا حاجة. بناخد الصينية دي نحطها على الرف الوسطاني، هنعملها معاملة الكيك بالظبط، وقبل ما بنخرجها بنختبرها الأول بسكينة أو بعود خشبي. والبسبوسة سخنة والشربات بارد بنصبه عليها بالطريقة دي كده. شايفين بقى ما شاء الله البسبوسة بتشرب الشربات ازاي، ولو كان في أزيد كمان كانت هتشربه ومش هتقول لأ. بنسيب البسبوسة بتاعتنا تبرد على جنب شوية، وتعالوا بينا نعمل الصوص الخطير. عندي كوباية ونص من الحليب، بحط عليهم معلقتين كبار من السكر ومعلقتين كبار من الدقيق ومعلقتين كبار من الكاكاو. ممكن تستخدموا الكاكاو الفاتح وممكن تستخدموا الكاكاو الخام. واخر حاجة بحطها نص معلقة صغيرة من القهوة، وبنقلب بقى على البارد الاول لحد ما الدقيق والكاكاو يختلطوا كويس بالحليب، وبعد كده بنرفعهم على النار مع التقليب المستمر لحد ما القوام يتقل معايا شوية. وبعد ما الخليط يتقل عندي شوية ويبقى سميك بنشيل خالص الكسرولة من على النار، والخليط لسه سخن بنضيف معلقتين كبار من كريمة الشوكولاتة. أي كريمة شوكولاتة عندكم بتحبوها هنضيف منها معلقتين. مش متاح كريمة شوكولاتة ومتاح الشوكولاتة القطع أو الشوكولاتة الخام، هناخد بس منها 100 جرام وبنضيفهم على الخليط ده، ونفضل نقلب كده لحد ما الصوص يبقى معانا بالشكل ده. بناخده ونصبه على البسبوسة. البسبوسة بتكون باردة والصوص بيكون دافي شوية. بنزين الوش بشوية من سبرينكل الشوكولاتة، وبعد كده بنقطعها ونقدمها. ممكن تبردوها شوية في التلاجة لو حابين، وبعد كده بتقدموها وتاكلوها، ولكن وهي دافية طعمها كان حلو قوي بجد كده، مختلفة عن أي حاجة أكلناها قبل كده. طعمها بسبوسة ولكن بنكهة الشوكولاتة، يعني حاجة كده محترمة ومكملة تعليمها برّه شوية عن البسبوسة العادية التقليدية اللي إحنا بناكلها على طول. ده غير إن طريقة إعدادها ومكوناتها في منتهى السهولة، وسهل إن هي تنجح مع أي حد. هيدخل المطبخ هيجهّز شوية المكونات دي، وهيحط كل حاجة على بعضها كده وهتطلع معاه بالجمال ده.
أتمنى بقى لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسونيش في اللايك والشير، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة يا حلوين.